السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، دلوقتي ميعادنا مع حل واجب المحاضرة الرابعة للصف الأول الثانوي. هنحل النهاردة على عوامل قيام الحضارات، الدرس الثالث والأخير في الوحدة الأولى. تعال نشوف بقى هنحل على إيه. أول درس معانا بيقول اختر إجابة صحيحة، أو أول سؤال معانا يعني: تتنوع الثروات المعدنية لمصر ولكن هذا الثروات استمدت قيمتها الحقيقية من خلال الجهد البشري. هل المعادن هتصنع نفسها ولا الإنسان اللي صنعها؟ الإنسان اللي صنعها. عدم وجود حواجز أو موانع طبيعية في مصر الفرعونية ساعد على إن المصريين يكونوا متماسكين أكتر. فين تكيف الإنسان مع البيئة شغال. الاستقرار وقيام الحضارة أحسن. يتمثل القاسم المشترك بين حضارات العالم في ايه المشترك ما بين كل الحضارات؟ ان مفيش حضاره من غير بني ادم، كل الحضارات فيها انسان. طب ما الانهار بقى في حضاره فينيقيا من غير انهار. ارتبط تطور المصريين القدماء للبنيه التحتيه الموجوده لمواجهه اخطار الفيضان بقيمه واجهه الفيضان بقيمه وحده وتضامن. العامل الاساسي الذي كان دافعا للمصريين القدماء هو الاتحاد. هو ايه اللي خلانا نتحد دايما؟ نهر النيل. اللي هو الفيضان يحصل لازم نبقى ايد واحده عشان نواجه خطر الفيضان. يعتبر نهر النيل من أهم العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة، والذي كان يشكل لمصر الفرعونية أهمية. نهر النيل لأهمية اقتصادية. ينحدر نهر النيل من الجنوب نحو الشمال حاملا معه الماء والطمي، فظهر أزل ذلك واضحا على البعد الاقتصادي. احنا اشتغلنا في الزراعة عشان هو بيجيب لنا مية طينة حلوة أوي في الزراعة طمي. كان نهر النيل الوحيد الوسيط التجاري بين الشمال مصر وجنوبها، فساهم في اكتساب المصريين قيمة التكامل والتكافل. نكمل بعضشينا. حدث التأثير والتأثر والأخذ والعطاء بين حضارة مصر والحضارات المجاورة بفضل إحنا أثرنا على بعض وتواصلنا مع بعض بسبب موقعنا إن إحنا قريبين من الناس. استخدم المصري القديم الصخور والمعادن كان بيستخدم الصخور والمعادن في إنه يعمل أهرامات ومعابد. ارتبطت قيمة التكامل والتكافل التي اكتسبها المصريين القدماء من نهر النيل بتحقيق مكاسب اقتصادية. تجدنا مع بعض. ارتبط وجود الجنادل في نهر النيل، الجنادل دي صخور صلبة في جنوب نهر النيل، ايه علاقتها بينا؟ قال لك بانتعاش التجارة مع الجنوب، ولا التواصل الحضاري بين مصر والجنوب، ولا تحقيق الأمن القومي؟ تحقيق الأمن، لأن هي حمتنا من الجنوب. العامل الأساسي لنشر الحضارة المصرية القديمة في العالم هو إيه اللي خلت الحضارة بتاعتنا تنتشر؟ إن إحنا في نص العالم، موقع متوسط. ساعد مناخ مصر في بقاء بعض المصنوعات المصرية القديمة إلى الآن، زي إيه؟ زي التماثيل. طبعا الرطوبة كانت تبوظها على طول، الإزاز ما بيبصش. إحنا بنتكلم هنا على إيه في المناخ؟ على الجفاف. فإيه اللي بيبوظ من عدم الجفاف؟ إيه اللي ممكن يبوظ في المية؟ الحلي الذهب ما بيبوظش في المية، الزجاج ما بيبوظش في المية، السفن ما بتبوظش، هي بتاعت مية. فالجفاف حافظ على التماثيل دي اللي ممكن تبوظ في المية. كانت مصر قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بين أقطاره من خلال الموقع الجغرافي. احنا في نص الناس، اي حد عايز حاجة يجيلنا. من خلال دراستك لعوامل قيام الحضارات يظهر ان العلاقة بين العوامل الطبيعية والبشرية علاقة عوامل الطبيعية والبشرية تكامل. ده بيكمل ده. كان لطبيعة مناخ مصر أثر كبير على النشاط الاقتصادي في مصر القديمة، تمثل في لطبيعة المناخ أثر كبير على النشاط الاقتصادي في مصر القديمة. قال لك يا سيدي إن المناخ متنوع، والتنوع ده عمل تنوع في اسمه إيه؟ في المحاصيل. يبقى تنوع الأنشطة الاقتصادية، المناخ بتاعنا نوع في الأنشطة الاقتصادية. تعال نشوف السؤال ده تاني نشكك فيه. مناخ أثر كبير في النشاط الاقتصادي في مصر القديمة، تمثل في بقاء الأثر وعملها بس ملهاش علاقة بالاقتصاد. إقامة السدود ملوش علاقة بالمناخ. قلة الإنتاج الزراعي، لا، تنوع الأنشطة دي أحسن إجابة. مثلما كان لنهر النيل أهمية من الناحية الاقتصادية، كان له أهمية وجدانية. فين؟ مفيش وجدانية، ما فيهماش أمنية. نهر النيل كان بيحمينا من الجنوب. ساعد مناخ الجنادل يعني، ساعد مناخ مصر الجاف على مناخنا الجاف، ساعد إن الآثار تفضل موجودة، حماية الآثار.
ساهمت الثروات المعدنية في قيام الحضارة المصرية القديمة من خلال إن إحنا عندنا بقى نعمل اللي إحنا عايزينه. تصنيع العملات، ما عندناش عملات. تنوع استخدامها ممكن، تصديرها للدول المجاورة ممكن، بس لا، تنوع استخدامها أحلى. تسليح الجيش وتدريبه، مش هتدرب الجيش يعني المعادن، فالمعادن ممكن نعمل منها سلاح، ممكن نعمل حاجات تانية كتير، فتنوع استخدامها. تأثرت الحضارة أو تميزت الحضارة المصرية القديمة عن باقي الحضارات الشرق القديم بإيه اللي بيميز مصر عن باقي الشرق؟ ووجود أنهار وتوفر ثروات، دي موجودة في كل الناس. موقع جغرافي مميز، كلنا كنا مميزين، بس إحنا عندنا حدود طبيعية آمنة من كل ناحية ما عدا الشمال الشرقي، ما تنساش دي نقطة الضعف. من خلال دراستك هناك علاقة بين وجود نهر النيل بمصر. إيه العلاقة بين وجود نهر النيل بمصر؟ أو فين العلاقة ما بين نهر النيل وإيه؟ الاهتمام بالزراعة وإهمال الصناعة؟ لا، ما عملناش. الاهتمام بالتجارة وإهمال لا. الاهتمام بالصناعة والزراعة والتجارة، نهر النيل خلانا نصنع فخار مثلا من الطينة بتاعته، خلانا نزرع، كل حاجة على النيل بتتزرع، وخلانا نتاجر مع بعض لأنه بينحدر. فاكرين الانحدار من الجنوب للشمال؟ أي من العبارات الآتية لها علاقة مباشرة بعمل قيام الحضارات المصرية القديمة؟ مين له علاقة مباشرة؟ قال لك مصر هبة النيل والمصريين. يقول جمال حمدان: مصر الوحيدة اللي بيقترب عندها أطول بحرين في العالم، البحر الأحمر المتوسط. هناك علاقة بين هذه العبارة في مصر القديمة و تقدم صناعة السفن. يعد التواصل أحد سمات الحضارة ويؤدي ذلك إلى التواصل من أحد سمات الحضارة بيؤدي إلى إن الحضارات تندمج أو تتطور أكتر. إبداع. مستر تندمج، لا، الإبداع إن أنا هتعلم منك وأنت هتتعلم مني، مش لازم أنا أنسى نفسي وأبقى زيك بالظبط. هتعلم منك وهزيد معلومات، بس مش هبقى زيك، مش لازم. استطاعت مصر التأثير على الحضارات المجاورة والتأثر بها، وقد ساعد في ذلك مكاننا في النص. فين فين فين؟ عبقرية المكان. مثلت العواقب الطبيعية في مجرى نهر النيل أثرًا إيجابيًا على الحضارة المصرية القديمة من خلال أثر إيجابي على الحضارة إن هي أحمتنا. تأمين الحدود الجنوبية. تتبادل الشعوب تراثها الحضاري من خلال الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. يتضح من العبارة السابقة أنها تتماشى مع أحد عوامل قيم الحضارات، وهو إيه اللي من العوامل دي بيتماشى مع عوامل قيم الحضارات؟ اعتدال المناخ، لا، الموقع الجغرافي المتوسط للعالم القديم، إن كلنا كنا قريبين من بعض. مصر هبة النيل والمصريين، هذه العبارة أن نهر النيل كان له دور في تحقيق مفهوم الوحدة والتضامن من خلال إقامة الجسور، إن إحنا نواجه الفيضان. تعددت العوامل الطبيعية التي ساعدت المصري القديم على التواصل عالميا، في كذا عامل خلانا نتواصل مع الناس بره. حدد أي من هذه العوامل كان لها دور في تحقيق العبارة السابقة. نهر النيل ممكن، موقعنا مميز أكتر، موقع جغرافي أهم عامل في التواصل، مش أهم عامل عموما عشان عارف في أذكياء. حدد العامل الطبيعي، مثلت الدرع الأمنية لحدود مصر الجنوبية، مين بيحمينا من الجنوب؟ الجنادل، صخور صلبة جدا صعب إن حد يعرف يعدي منها، بيتكسر سفينته. يقول جمال حمدان في كتاب شخصية مصر: النيل هو النهر الوحيد اللي بفضله تصبح مصر المدخل الوحيد لقلب القارة الإفريقية. يتضح أو يوضح النص السابق بعض قيم المواقع الجغرافية المتمثلة في نهر النيل التي تحقق مفهوم التكامل والتكافل، ولا التواصل الحضاري؟ لا، التواصل الحضاري. اكتسب المصريين من نهر النيل الوحدة والتضامن والتكامل والتكافل. من خلال دراستك حدد تتناسب العبارة السابقة من أي مقولات الشخصيات الآتية؟ هيرودوت. مصر هبة النيل. يعد من عوامل، بس طبعا الجملة دي غلط، ماشي. يعد من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة، وقد أسهم في انتشار قيامها في كافة أرجاء العالم القديم. العامل اللي خلى حضارتنا تنتشر؟ موقعنا الحلو، موقع جغرافي. اكتسب المصري القديم من نهر النيل مبدأ استطاعوا من خلاله تحقيق مفهوم الأمن الغذائي. اكتسب المصري القديم من نهر النيل مبدأ استطاعوا من خلاله تحقيق الأمن الغذائي، الوحدة والتضامن. إن إحنا نخزن ونحمي الحاجة بتاعتنا، نخزن مية عشان نزرع في وقت الجفاف، فعملنا أمن غذائي ما بينقصناش الأكل. من خلال الخريطة المقابلة حدد أكتر مسطح مائي أشرقت على سواحله معظم الحضارات. أكتر واحد البحر المتوسط، عليه 1 2 3
4. في أي مسطح مائي عليه أكتر؟ لأ، بحر متوسط. ساعد نهر النيل على تحقيق الوحدة والتضامن بين المصريين في ضوء العبارة السابقة. يتضح إسهام نهر النيل من خلال وحدة وتضامن إن إحنا نواجه الفيضان. فين توحيد الجهود لمواجهة الفيضان. يعد هذا العامل القنطرة اللي انتقلت من خلالها حضارات الشرق القديم إلى مختلف أرجاء العالم، اللي خلى الحضارات تنقل من الشرق لباقي العالم. موقعنا الحلو. يقول ويل ديورانت: تبدأ الحضارة مع انتهاء الاضطراب والقلق واستقرار الأمن، لأنه إذا تحرر الإنسان من الخوف تظهر لديه دوافع التطلع وعمل الإبداع والإنشاء. في ضوء النص السابق تطابق مفهوم ويل ديورانت مع قيام الحضارة المصرية القديمة من خلال الحدود الطبيعية الآمنة، هتعمل أمن واستقرار. ساعد وجود نهر النيل على التواصل فيما بين المصريين. نستدل من العبارة السابقة أن المصري القديم استغل اندفاع المياه نهر النيل للاتجاه نحو مدينة. بص يا سيدي، أبعد مدينة تحت اندفاع المياه بتمشي من الجنوب للشمال. أبعد مدينة تحت أسوان، فاحنا نمشي من أسوان لفين بقى؟ طيبة لأسوان؟ لا. منف لأسوان؟ لا. منف لطيبة ما نعرفش. هي من أسوان لمنف، دي أبعد مدينة. هي كده كده أسوان تحت، فالمياه بتمشي من تحت لفوق، من الجنوب للشمال. فمن أسوان لأي واحدة بعدها بقى، ما كلهم بعدها. فهمتوا السؤال ده يتحل ازاي؟ ازدهرت التجارة الداخلية في مصر الفرعونية بالسبب ليه؟ ما تجارتنا كانت مزدهرة. قال لك تنوع المحاصيل أو انحدار النيل. كما كان نهر النيل مصدر للرخاء، كان أيضا مصدر للشقاء. قام المصريون القدماء ببناء السدود والجسور لارتقاء خطر الفيضان. نستخلص من العبارة دي إن الحدث بيدرس به قيمة التضامن، إن خلينا متحدين. اللبنة الأولى في بناء الحضارة المصرية القديمة كانت الوحدة بين البلاد. نستدل من العبارة السابقة أن العامل الأساسي اللي ساعد على تحقيق الوحدة في مصر اللي خلانا نتحد نهر النيل. بس هنعمل فيضان خلينا ننسى المشاكل ونتحد. يعد العامل الأساسي اللي ساعد على تعزيز التواصل الفكري والمادي بين حضارات الشرق القديم. من خلال دراستك نستدل العبارة السابقة يقصد بها تعزيز التواصل الموقعي الجغرافي. بعد تحليل الخريطة المقابلة نستنتج أن وجه الشبه بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة فينيقيا الحضارة الإغريقية الحضارة الرومانية يتمثل في إيه المشترك ما بين كل دولت؟ الموقع الجغرافي. ماشي، بس إن كلهم بيبصوا على نفس المسطح المائي، تمشي الموقع الجغرافي. معرفة الزراعة وتحقيق الاستقرار نتيجة مباشرة ليه؟ نتيجة إن إحنا عرفنا الزراعة، إن في عندنا نهر. مفيش نهر مش هنعرف الزراعة ولا نستقر. وهب الله سبحانه وتعالى مصر عاملا رئيسيا تميزت به في حضارتها قديما يكون هو أساس نهضتها. هناك علاقة بين هذه العلاقة ونهر النيل. أهم عامل عندنا أو كفاح الإنسان. طب مين أصح يا مستر؟ كفاح الإنسان. من غير الإنسان ما فيش الحضارة. ساهم نهر النيل في بناء شخصية المصرية القديمة. في ضوء هذه العبارة نستنتج أن نهر النيل عزز قيمة الوحدة والتضامن لدى المصريين القدماء من خلال وحدة وتضامن إن إحنا بنواجه الفيضان. منح نهر النيل مصر القديمة التربة الخصبة التي ساعدت على كثافة النشاط الزراعي، وذلك بسبب إن هو بينحدر من الجنوب للشمال. تكوينه الطبيعي، ما قالش من الجنوب للشمال، قال من الشمال للجنوب، غلط. ماشي. تعددت عوامل قيام الحضارة في بلاد العراق القديم. في ضوء العبارة السابقة العامل الرئيسي في قيام حضارة العالم والحضارة العراق هو كفاح البني آدم. من غير الإنسان مفيش حضارة. ما العلاقة بين نهر النيل ومناخ مصر والنشاط التجاري؟ قال لك نهر النيل ساعد على التبادل التجاري من الجنوب للشمال بسبب ان الانحدار، ومن الشمال للجنوب بسبب الرياح. وتنوع المناخ ادى الى زياده التبادل التجاري ما بين المصريين. الاثنين زودوا التبادل التجاري ما بين المصريين. اشرح العلاقه بين عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه ومصادر دراستها الاوليه. عندك يا سيدي من عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه الصخور والمعادن اللي استخدمناها في صناعه الاثار اللي هي بتعادل المصادر الاوليه. من عوامل قيام المصادر اسمه ايه؟ عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه المناخ الجاف اللي حافظ على بقاء الاثار. عندك ايه كمان؟ انحدار نهر النيل وان هو بيجيب معاه الطمي، وده ساعدنا على انشاء او استخدام الاستراكه. طب والطمي كمان، غير الطمي نهر النيل كان بيخلينا نزرع نبات زي البردي، اللي خلانا نستخدم نبات البردي في عمل ورق البردي. كل دي مصادر اوليه ساعدنا عمل قيام الحضاره في ان هي تكون موجوده.
وضح العلاقة بين موقع مصر الفلكي وقيام الحضارة المصرية القديمة. موقع مصر الفلكي خلاها بتقع في إقليم مناخ صحراوي. طب والمناخ الصحراوي جاف، والمناخ الصحراوي الجاف حافظ على بقاء الآثار، ساعدنا على الاحتفاظ بالحضارة المصرية ما تنتهيش ولا تختفي. حدد الأثر الناتج عن الموقع الجغرافي. بقى قال لك موقعنا الجغرافي خلينا نتواصل مع العالم والعالم يتواصل معنا، نأثر على العالم والعالم يتأثر بينا دايما. بقى كان بمثابة الدرع الواقي للحضارة المصرية والحفاظ عليها من الاندثار والضياع. تنسب العبارة السابقة إلى أي عام الحضارة المصرية القديمة ولماذا؟ حافظ عليها من الاندثار والضياع المناخ. ماله؟ قال لك يا سيدي خلاها أو خلى فيها جفاف، والجفاف حافظ على بقاء الآثار عشان نعرفها احنا لحد النهاردة. وضح كيف أثر تنوع المناخ في الحضارة المصرية. قال لك تنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل، وتنوع المحاصيل أدى إلى تنوع بقى الحضارة أو زيادة التبادل الاقتصادي ما بين المصريين القدماء والتبادل التجاري. احرص على الالتزام بالدقة والموضوعية تجاه القضايا والأحداث التي تتناولها. تتفق العبارة السابقة مع كتابات المؤرخ الإغريقي هيرودوت؟ لا تتفق. ليه؟ قال لك لأنه قال أن مصر هبة النيل. طب الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. مصر مش هبة النيل، بل إن مصر هبة النيل والمصريين. من غير مصريين مفيش حضارة. تعد الحدود الطبيعية بمثابة الدرع الواقي للمصريين. فسر ذلك. هتقولوا بقى إن مصر بيحميها من الشمال بحر متوسط، طب ومن الشرق بحر أحمر، ومن الشرق والغرب الصحراء الشرقية والغربية، وكمان ومن الجنوب الجنادل، وبذلك تكون مصر مؤمنة من جميع الجهات إلا الحدود الشمالية الشرقية. تعد مصر قلب العالم القديم وحلقة اتصال بين أقطار وشعوب. وفسر ذلك. قال لك بسبب موقعها المتوسط بين دول العالم القديم. ماذا يحدث إذا كانت مصر دولة حبيسة ليس لها سواحل؟ لم تتواصل مع العالم القديم طبعا، ولم تؤثر ولم تتأثر وهكذا. ماذا يحدث إذا لم يجري نهر النيل في مصر؟ لو نهر النيل مش بيمشي في مصر لن تعرف الزراعة، لن يكون هناك استقرار، وغالبا لن توجد الحضارة المصرية القديمة. وضح إجابتك كاملة عشان ما تنقصش حاجة في الامتحانات. كانت الصخور والمعادن ذات استخدامات محدودة في مصر القديمة. مرك في هذه العبارة عبارة خاطئة. ليه عبارة خاطئة؟ لأن الصخور والمعادن استخدامات في الحلي، الأدوات، صناعة أو نحت التماثيل، بناء الأهرامات، فكمان استخدامها محدود، ده كان استخدامها كبير. وبكده نبقى خلصنا حل واجب المحاضرة الرابعة للصف الأول الثانوي، وكده نبقى خلصنا واجب المحاضرة الأولى كله. أشوفكم في واجب جديد، وأتمنى يكون حلك كله كان صح. أشوفك في حصتك برضو. سلام.